أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. درس 12 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. السيمير ربي سبحانه وتعالى الفقرة دينا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الساعة يعني يوم القيامة. كل من عليها فان من الميدي سوف ربي سبحانه عز وجل. أشراط الساعة الصغرى لحون تكثرة تبانت، ولكن لانت علامات الساعة الكبرى من المي فكنت ياك ذينا تقوم الساعة. لا بد من التصديق والإيمان الجازم بأن الساعة لا ريب فيها، بالإيمان بالساعة بيوم القيامة، وإليه يرد علم الساعة كما في سورة فصلت الآية 47. غادي نغيث مثلا كل حاجة ساعة البداية ساعة النهاية. نكوني تخلقيف كل يوم يزرى من الميديلول يفاد من الميديلول وريزرى من المرايمث، ولكل أجل كتاب. ولا الدنيا ثقياك ياكل الكون أكن ما إلا ربك زران من الميد يسا غير الدنيث، من الميد يدي السنولفة غير الدنيث، وضربك زران من المثيل النهاية إنس. ولكن لكل بداية نهاية، كل من عليها فان. يكمل وأن الله يبعث من يموت. ذاكي أشار المصنف إلى موضوع البعث، موضوع النشر. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، سورة الأنبياء الآية 104. بمعنى زرم كندينا ربي ذي سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. المدينة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يوم البعث يوم الحق، لابد أن نصدق وأن نؤمن إيمانا جازما بيوم البعث. ثم قال المصنف كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. وثقي مسألة مضاعفة الحسنات ثقي استثمار طيب مع الله عز وجل. يون ما يخدم الخدمة الهام العمل الصالح، ربي سبحانه يضاعفه في تكثير الحسنات، يضاعف الحسنات. هذا وعد الله عز وجل. الحسنة ب10 أمثالها كما قال القرآن في سورة الأنعام الآية 160 من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها 10. أمكن إزمرة صوض ألمات 700 كما في سورة البقرة الآية 261. أمكن إزمرة السيوض ربي سبحانه إلى أكثر من 700 كما في سورة الزمر في الآية 10. بمعنى يولي يخدم مثل الحسنة ربي سبحانه يزمر تضاعف 10 مرات، 10 ثيكال 10 يفردان. أماكن يزمر أتيسيوض الماء 700 أماكن السلام في الآية 261 من سورة البقرة. أماكن يزمر أتيسيوض أكثر من 700 بغير حساب. ذي سورة الحشر سورة الزمر عفوا سورة الزمر الآية 10 ربي مدينة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يوعار ماشي دايني سهلا، وغدينا ربي سبحانه ونصبر نسعى 100 الحسنات 200 300 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صافي تجيك مراحل. هذا كله فضلا من الله، بفضل الله عز وجل وكرمه. الكرم الناس الفضل الناس يضاعف الحسنات، ولكن السيئات تكتب سيئة. ونخدم يوثن الذنب يوثن السيئة يسعى يوثن السيئة، ولكن ما يخدم يوثن الحسنة يزمر تيسيوض 10 يزمر تيسيوض 700 يزمر تيسيوض أكثر من 700. سلامة الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سورة الزمر الآية 10. ولكن ذا شو ثنت معايير البارام يستخدم ربي سبحانه باش هذه السيناريو ديال الحسنات لن تصل الامور. برمي الامور هي النيه تسير الصح. أي غرد ورد أن الله عز وجل
يعني يضاعف الحسنات بالإخلاص والنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير عظيم تصغره النية. إزمر ينادي يخدم الخدمة تمشطوح، ولكن الإخلاص ميك ساعة النية غيك ساعة يحسب ربي الحسنات تم قرانين لا جر ذم قران الزي الميزان الحسنات سوا شو سنية. أما كان يزمر ونسار النية يخدم الخدمة ثم قرانت في غال الخدمة يسم الزيث ذي الحسنات. أنكمل بعد شو دينا المصنف: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم. معناتها ربي سبحانه عز وجل قادر أن يغفر الذنوب جميعا، قادر. والصفح يراد به العفو، يراد به المحو، العفو على سبيل التفضل وعلى سبيل التكرم، على سبيل الفضل والكرم. لذلك والتوبة النصوح، التوبة النصوح ذكر القرآن الكريم كما في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، الآية 8 من سورة التحريم. التوبة النصوح ساعة 3 شروط وساعة 4. ما إلا غمذن يغلظ يرس ربي إلى قص 3 شروط: ندم وإقلاع وعزم. ندم على الذنب وإقلاع عن الذنب وعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. يول ما يشض يرس ربي وحدث ذنبك خذ يرس ربي يسعى 3 شروط. ثم زورتي لقد يندم والندم توبة. شرط ويسين إلى قل خذ مني يخدم ذيري تيلا يج وين يخدم لنا ما ذا الرشوة ما ذا الربا ما ياكل معاصي إلى قد تنتيج. شرط ويس 3 إلى قد يعزم داخليس هذه السعنية بلوريت السغالة رغم المعصية. ما إلا يغال دا يغال غير قد يغال التوبة، وهكذا. ما إلا يرس العباد ذاك إلى الشرط ويس 4: رد المظالم. يول ما يسعى لما نهري فاسنيس وتيحري زارا إلا قد سيري فافيس باش يعني ربي هذا سيعفو. ما إلا يستخدم خدام يتشافي ذيس إلا هذه خلصة خدامني أي غير باش هذا سيعفو ربي وسيسمح وينا ويشافي ذي، وهكذا رد المظالم. ثم ذا شو دينا المصنف: إن هذه سيعفو ربي سبحانه الكبائر والصغير. ربي ينادي القرآن الكريم في أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تجد تسمى أرجى آية في القرآن، وهي في سورة الزمر الآية 53. السوال ربي يوجد ذنبا يوجد يعصان أسنقر يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أو قد يعصان ربي المعاصي ثم قرانين إن يسن لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمن ربي. في السنات إن الله يغفر الذنوب جميعا، ربي عفو يك الذنوب من مزيث من قريث. في الثلاثة إنه هو الغفور الرحيم. هذه هي أرجى آية في القرآن في سورة الزمر الآية 53. باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. ما لا ينوث فراس الكبائر الأمر يعود إلى مشيئة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الأكبر الظلم الأعظم وهو الشرك بالله، ونخدم شريك ربي تساقيت تم قرانين. ومن عاقبه بناره، والنار عاقب ربي ذي الآخر أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وثقي ثابتة يجب التصديق والإيمان الجازم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمة الإسلام. هذه عقيدتنا وهو ما أجمع عليه السلف والخلف من أهل السنة والحق. من بعد أشهدنا من شفع له من أهل الكبائر من أمته، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود. يعني الجنة دار خلود، خلود eternal، معيشة الحياة في دار الجنة هي
على سبيل الخلود وليس مؤقتا، وقد ورد ذلك في آيات كثيرة كما في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في ورش: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن eternellement، وهذا ما ورد في متن المصنف. فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، أي إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته. الجنة ثاني قال لا آدم يفقد صافي وها ربي بنو آدم أخذ من أين يصلحن باش ربثني يقبل باش هذو غالن سام كان دا دفاق بابثنا آدم إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار في المقابل، خلق النار فأعدها دار خلود، أيضا هي دار خلود، فهي دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. يعني كل من كفر بآيات الله عز وجل وكتبه ورسله، والآيات في هذا الباب معروفة، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، ربي سيعاقبهم بأن يكونوا محجوبين عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هنا ينتهي المتن، يعني الفقرة اللي شرحناها في هذا اليوم، ولكن فقط الإشارة أنه يوم القيامة سبحانه عز وجل أدي يجمع كل الأمم السابقة، كل الأقوام السابقة مع أنبيائهم ورسلهم، خاطرهم كل قوم يشجع ربي نبي، يعني يمولهن الثالثة يمشي كاع عندي شجع ربي لي بروفيت، ولكن كل يوم لانه قاعد يومن يسا وقاعد يكفرن. أدمض نوح مثلا شيخ الأنبياء 950 سنة اللي يخدم الدعوة يساوي لسن سافريث ننتيذت سافريث الحق يقول هذا ومن القليل. وكذلك بالنسبة ليوسف، وكذلك بالنسبة ليعقوب، وكذلك بالنسبة لموسى عيسى، يكل الأنبياء والرسل. ولكن شرف الله عز وجل أمة الإسلام أن تكون شاهدة على سائر الأمم، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جاء في سورة النساء في الآية 21 وإن رب سبحانه عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ عليه من قبل الصحابي الجليل ابن مسعود بكى لسماعه لهذه الآية، لأنه موقف جلل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أكو عندي خلق ربي سبحانه أثني حاسب نتسا يوم القيامة أكني غدينا ذي الآية ثاني في دين زند القرآن الكريم، الآية 281 من سورة البقرة، عند دين ربي سبحانه عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والسلام عليكم ورحمة الله.